الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم أيها المبدعون في بيتكم مؤسسة بنت الحجاج الثقافية للشارع دلال كمراتي. واليوم يوم عرس أدبي، حيث نناقش معا رواية الأستاذ الدكتور فوزي سويد والمعنونة بالطريق إلى رومية. فأهلا وسهلا بكم جميعا، وأحيي الجميع قبل أن أبدأ صراحة، خاصة أساتذتنا المبدعين الذين أتينا من خارج القاهرة، الشاعر الكبير يوسف سلطان، فأهلا وسهلا به، رئيس نادي أدب برج العرب، الأديب والإعلامي القدير الصحفي الأستاذ صابر العقاري، رئيس مكتب الراية الدولية بالإسكندرية، أهلا وسهلا به. كما أرحب أيضا بالإعلامي الأستاذ أحمد رضوان، وأيضا الأستاذ الشاعر إبراهيم العشيري، والأستاذة وفاء عبد الحميد، والصحفية الإعلامية نجلاء علي، والأستاذ إبراهيم الشاعر. كما أرحب بالأستاذة المهندسة الراقية المبدعة منى ماهر، ولا ينساني أن أقدم منى عوض، منى عوض. كما أقدم التحية لأستاذتي ومعلمتي الأستاذة الدكتورة رشا غانم، أستاذ الأدب والنقد بالجامعة الأمريكية. ودعوني أيضا أرحب بأستاذي ومعلمي الراقي الأستاذ الدكتور حسن عباس، أهلا وسهلا به، وأستاذنا الناقد الكبير الأستاذ عاطف عز الدين. كما أرحب أيضا بأستاذي القدير المستشار والناقد والأديب الكبير الأستاذ صالح شرف الدين. وقبل أن نبدأ الفعاليات اليوم، لابد أن يكون هنالك برنامج، أو سيكون من خلال كما أوضح لي المستشار صالح شرف الدين والكثير، المناقشة ستكون دكتور من خلال المناقش ويرد عليه الدكتور، ثم نسمح للمناقش مرة أخرى أن يعقب على الدكتور فوزي، ولن أسمح أبدا لأي من الجهود أن يعقب على تعقيب ناقد أو رؤية رائي موجود. فالحوار والمناقشة ستكون فقط مع صاحب النبض وصاحب البضاعة الأستاذ فوزي سويد. اسمحوا لي أن أقدم الأول كلمة الأستاذة دلال كمراتي، ويترحب بالجميع خاصة الأستاذ الدكتور فوزي سويد، وأرسلت إلينا كلمتها من دولة الإمارات. فتقول في كلمتها: كلمة الأستاذة دلال كمراتي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة بنت الحجاج الثقافية. إن تحقيق السعادة والأحلام والاستقرار لا يكون بالهروب بمن نحب أو ممن نحب، بل أن نعيش مع من نحب دون حساب للعوائق مهما عظمت، وإلا فسوف يجد كل منا نفسه وحيدا ضائعا هاربا إلى ما لا نهاية، وعندئذ بنا تتحطم الحياة. وهكذا إن مفهوم الزمن من خلال رواية الطريق إلى رومية في هذه البنية الروائية لم يتحدد بمسافة معينة، بل جرت عليها أحداث في شريط أراده الكاتب ألا ينقضي، لأنه من البداية لم يأخذ اتجاها أفقيا، بل دفعه إلى امتدادات أخرى متصلة بالبداية في هيئة دائرية. فالمسألة الثقافية والدينية والتاريخية والسياسية هنا في هذا العمل الكبير ليست قضية أو حدثا تاريخيا مر، بل هي طرف متجدد أعطته الرواية داخل القوة النابذة محورا مغايرا ومركزا جديدا في العمر. وبداية السؤال على الأنا في طرح جديد فتضعه داخل أسئلة أخرى جديدة وداخل فعل الإجابات. فهناك حد رقيق يفصل هذه البنية الحلم عن بنية التراكم الكيفي الذي أرهص بمعطياته وكون إمكانية بعثها إذا لم تقم. وما زالت القراءة مستمرة. أختكم دلال كمال رافع.